عارفين مين القديس اللي اتضرب بالقلم عشان طبق فول؟ اتولد القديس أرسانيوس سنة 350 ميلادياً في إيطاليا. أبوه وأمه كانوا بيحبوا ربنا جداً وعلموه كل تعاليم الكنيسة. ولما كبر شوية قسموه شماس. وكان أرسانيوس من عيلة كبيرة وكانوا مهتمين جداً إنه يتعلم كل حاجة. ودرس أرسانيوس علوم كتيرة جداً وكان شاطر جداً وكل المدرسين كانوا بيشهدوا ليه. ومع الوقت بدأ أرسانيوس يكبر في الحكمة والمعرفة وبقى من أشطر وأحسن الناس الموجودين في البلد، واشتهر وذاع اسمه في كل مكان في الأرض لحد ما وصل للملك ساؤدوسيوس، واللي كان ملك طيب قوي وأرسل في طلبه عشان يعلم الأولاد. وفرح أرسانيوس جدا واهتم بتعليم أولاد الملك لدرجة إنه خلاهم عباقرة وبدأ يعرف باسم أرسانيوس معلم أولاد الملوك. ولكن وسط كل ده إرسانيوس كان خايف جدا من بكرة وكان دايما يقول يا رب عرفني طريق الخلاص. وفي يوم من الأيام سمع صوت بيقول يا إرسانيوس يا إرسانيوس اهرب من الناس وانت كخلص. وفي الوقت ده إرسانيوس كان عنده 40 سنة وساب كل حاجة اسمه ومركزه الكبير وطلع على الإسكندرية وتحديدا في برية شاهين. وكان إرسانيوس متواضع جدا وبيحب كل إخواته الرهبان، وكان دايما يقول تكلمت كتير فندمت، أما عن الصمت فلم أندم قط. وفي مرة كان الرهبان قاعدين بياكلوا وشاف رئيس الدير إرسانيوس بينقي الفول هو وبياكل وحب يعلمه درس ما ينساهوش طول عمره، وراح لراهب زميله قال له استحملني في اللي هعمله معاك. وقدام كل الرهبان صرخ رئيس الدير للراهب في وشه وقال انت ازاي راهب وبتاخد الاكل الكويس لنفسك وبتسيب لاخوك الاكل الوحش؟ وراح ضربه بالقلم. وعلى طول فهم أرسانيوس وقال أخطيت يا أبائي، القلم ده ليا مش ليك انت.